مش فكرة عدد على قد ما هو إحساس، دعاء، شعور، قرب، إن احنا نستشعر جودة عبادة بنعملها أو نعمة معينة بيفرق كتير جدا عن فكرة إني بكون جسمي بيعمل الحاجة ولكن روحي مش حاضرة فيه. هي دي حتة الروحانيات، إن أنا إزاي بتواصل وبتصل وبشتغل على حتة العلاقة اللي بيني وبين ربنا، استحضار ربنا في كل حاجة، في النعم، في المحن، في الأزمات، في الحاجات اللطيفة، في علاقتي مع نفسي، في علاقتي مع الآخرين، في علاقتي ما بين كل حاجة بتتعمل. ورمضان جو روحانيات مليان من ده، ودي فرصة إن احنا نستثمر في كل حاجة حوالينا بنعملها لنفسنا وللآخرين، ونستحضر الله ونتقي الله دايما في نفسنا وفي قراراتنا واختياراتنا مع نفسنا ومع اللي حوالينا، ونبني كل خطوة مع بعض بما يرضي الله لينا والغير. القرب مش في الكترة ولكن في الجودة. ورمضان فرصة ان احنا نبتدي نشوف مش لازم نقدر نعمل كل حاجة لو ما نقدرش، لكن اللي نقدر نعمله نركز فيه ونعمله بحضور حقيقي وقرب حقيقي واتصال مع ربنا، علشان نحس بقيمة رمضان وقيمة الحاجة اللي بنعملها، ونقدر نملى نفسنا ونشتغل على تواصلنا مع الله واستحضاره في كل خطوة بنمشيها. قولوا لنا ايه اكتر حاجة فيها روحانيات بتحبوا تعملوها في رمضان.